كابتن احمد الشناوي مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن طارق، ربنا يخليك. العروسه بقى تمنعك عن الاحتراف وتقعد في مصر؟ لا تيجي معايا ان شاء الله، مش تمنعني معايا. تشجع الاهلي ولا الزمالك؟ الاهلي. اهلي؟ طب دلوقتي عريسك اهلي انت تشجع؟ عريسك بقى مصري. مصري. هتشجعي انت دلوقتي؟ مصري طبعا. مصري؟ ابو العريس نصر الشناوي كابتن نادي المريخ سابقا. العروض اللي جت لاحمد الشناوي هل ترضي غرورك؟ طبعا ترضي غروري، بس هو في حاجه اقول، هو في عقود اجت لاحمد بس الناس طلعت كذبت ان في عقود اجت لاحمد. ما في فعلا عرض جاء، احنا عرفنا ان في عرض. ما فيش عروض اجت لاحمد الشناوي، بس انا بقول له في عروض اجت وتطلع. في عرض واحد جاء من انجلترا والكابتن تامر النحاس قال لي في عرض جاي من مارسيليا ومستر كامل ابو علي قال ما ينفعش، وجاء عرض تاني من فولهام قال لك ما فيش حاجه جت، ما فيش حاجه رسمي جت، وطلع احمد ان هو كل الكلام اللي كان في الجرايد ده ان احمد كذاب، يعني ما طلعش، ما فيش الكلام اللي احمد قاله ده خالص. فانا بقول له الناس اللي جولك اطلع قول عادي ان هو جاله عرض وانا رفضته، انما ما تطلعش تقول ان ما جاش، يبقى ابني كذاب. في عروض بس هو مستر كامل طلع قال مفيش، بس عادي هو كان ممكن يقول زي ما بابا قال كده، بس عادي مفيش مشكله، عادي كده في النادي المصري وبيتي ومفيش مشاكل عادي. هقول له مبروك طبعا. احمد انا يعني علاقتي بيه المباشره او علاقته هو بيه المباشره يعني ما بقالهاش اسبوع تقريبا، لكن انطباعي الاول عنه انه ملتزم ومنضبط، انطباعي عنه انه طموحاته كبيره. اتصور الملتزم والمنضبط في شغله بيفترض انه هو هيكون ملتزم ومنضبط في حياته الخاصه. بقول له مبروك ابو حميد، وان شاء الله يكون ديت خطوه للاستقرار، واتمنى ان شاء الله ان هو يعيش حياه سعيده، وبقول له بالتوفيق ان شاء الله. طبعا بقول له الف مبروك، وان شاء الله كده عقبال الزفاف، وان شاء الله ربنا يسعدهم ببعض، ان شاء الله ربنا يكرمهم، وان شاء الله تكون وش الخير على احمد. بصراحه اتمنى له طبعا التوفيق في الحياه الجديده اللي هو يبدا فيها ان شاء الله مع خطيبته، وتكون وش الخير عليه ان شاء الله، ومزيد من النجاح ليه، ويحقق له كل امنياته الفتره اللي جايه، واشوفه في الدوري الانجليزي قريب ان شاء الله باذن الله. الف مبروك يا احمد، وبدايه موفقه، وربنا يسعدك كده ويتمم لك على خير ان شاء الله. بقول له الف مبروك، وهو اصلا على طول معايا في الاوضه، فاحنا بقى مستنيين اليوم بتاعه دوت، فان شاء الله يبقى يوم كويس جدا النهارده، وان شاء الله يطلع مبسوط النهارده واحنا كلنا حواليه، وان شاء الله تبقى وش السعد عليه باذن الله. والله اقول له الف مبروك، وربنا يتمم لك على خير كده ان شاء الله عقبال الليله الكبيره، واتمنى له السعاده ان شاء الله، وتكون فتحه خير عليه وعلى النادي المصري ان شاء الله السنه دي. مبروك طبعا، ويا رب ان شاء الله تكون وش الخير عليك ان شاء الله الفتره الجايه، ويكون خطوه استقرار كويسه يعني ليك ان شاء الله، وتقدر تحقق اللي انت نفسك تحققه ان شاء الله، وهي معاك ان شاء الله، وتقدر تعمل حاجه كويسه الفتره الجايه وتركز في شغلك ان شاء الله. دي حاجه كويسه طبعا، الشناوي يعني يخطب في السن ده، انا هو لسه صغير، وان شاء الله يكون وشها حلو كده عليه، وربنا يكرمه ان شاء الله الفتره الجايه مع النادي المصري ويوفقه ان شاء الله.